أصعب إحساس ممكن يمر بيه اتنين متجوزين هو إنهم يحسوا إنهم أغراب في بيت واحد، كل واحد ماسك موبايله وقاعد في كوكب تاني، ومبقاش في بينهم حكايات ولا ضحك زي زمان. الخرس الزوجي ده هو المرض الصامت اللي بيطفي البيوت بالبطيء. بنبقى مع بعض بالجسد بس، لكن مفيش أي تواصل. طب إيه الحل عشان نرجع نروح لبيتنا من تاني؟ عشان نكسر الصمت ده ونرجع نتكلم، مش محتاجين معجزات، محتاجين بس نعمل 3 حاجات بسيطة. 1. نص ساعة من غير شاشات. تعالوا نتفق على اتفاق بسيط، وقت العشاء مثلا أو قبل النوم الموبايلات دي تتركن على جنب تماما. مفيش فيسبوك، مفيش تيك توك، مفيش يوتيوب. الوقت ده ليكم انتوا الاتنين وبس، حتى لو هتقعدوا تبصوا لبعض في الأول. 2. بلاش كلام كله طلبات ومشاكل. أكبر غلطة بنقع فيها إننا لما بنيجي نتكلم بيبقى الكلام كله خناق على العيال أو طلبات البيت. غيروا السيستم ده. اسأل شريك حياتك عن يومه كان عامل إزاي. احكوا في ذكريات قديمة حلوة، أو اتكلموا في أي حاجة تافهة تضحككم. 3. لغة الكلمة الحلوة والتقدير. الكلام الحلو هو اللي بيلين القلوب. لما تلاقي شريك حياتك عمل حاجة كويسة، قوله شكرا، تسلم إيدك، كتر خيرك إنك شايل معايا. الكلمة الطيبة بتفتح النفس للكلام وبتشيل أي جفاء. الخلاصة، الاهتمام ما بيتطلبش، بس الإهمال بيموت كل حاجة حلوة. اتكلموا مع بعض وشاركوا بعض تفاصيلكم الصغيرة قبل ما الصمت يبني بينكم جبال ما بينفعش تتهد. جربوا تطبقوا الخطوات دي وقولوا لنا في التعليقات إيه أكتر حاجة بتحسوا إنها بتسكت الكلام في بيوتكم.